السلام عليكم. عملنا مع بعض قبل كده عرق اللحمة الكداب، عجب كتير منكم. كتير بعت لي يطلب مني طريقة عرق اللحمة، وبما ان هو من اجمل وصفات العيد النهاردة هنعمله عرق اللحمة البارد بطريقة حلوة جدا. كمان هنعمل الجريفي اللي بيتحط عليه صوص كده بيبقى طعمه تحفة، زي اللي بيتقدم لنا في المطاعم. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، هتحبيه وهتجربيه وبإذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. ويا ريت ما تنسيش لو عجبتك وصفة النهاردة، ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. ويلا نبدأ ونشوف عملت ايه. انا كان معايا عرق لحمة تربيانكو، جبته فتحته كده من كل ناحية، شلت الدهن على قد ما اقدر. انا اتعمدت ان انا اجيبه زي ما بنطلعه على طول من الذبيحة، يعني مش جاهز من الجزار. بما اننا في العيد هوريك ازاي تربطيه. فتحته من كل ناحية. تحطي بقى في الفتحات دي ممكن تحطي فصوص كده من الثوم، او هتحطي فلفل حصى، فلفل اسود حصى، وروزماري، بس انا ما كانش عندي روزماري فريش هعوضه. زي ما انت شفتي كده التربيطه بتاعته. بعمل عقده الاول وباجي عند النص بثبتها، وبعد كده ادخل منها الخيط، واخد 3 كده بالطول او 4. بعد كده ببتدي الف بالعرض الطريقه زي ما انت شايفه. حاولت اوضحها لك. بتلفي على ايدك دايره كده وتعدي منها العرق للنص وبربط، وبعد كده ببتدي ألف عليه بمسافات متقاربة عشان كله يطلع حجم واحد، مش حتة تخينة وحتة رفيعة. وحتى لو الخيط خلص منك عادي جدا ممكن تلضميه وتكملي لف زي ما شفتي. اخره كده باجي اربطه من ورا كده وبقطع عادي كأنك بتربطي خيط عادي جدا. اداني نفس الشكل اللي بتشتريه من الجزار او الجاهز. بعد كده بقى هبتدي اتبله بتتبيله بسيطه وسهله جدا. معايا على كل جنب كده حوالي ربع معلقه او رشه من الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودره، وبدعكه كويس جدا. بصي باجي على كل ناحيه ارش عليه نفس البهارات اللي قلت لك عليها: ملح وفلفل ثوم بودره بابريكا مدخنه. بس كده في الاخر، لاني انا ما حطيتش جواه روزماري فريش، حطيت له رشه كده من الروز الماري والزعتر، ودعكته بيه كويس جدا وهتسيبيه ساعة يتبل. بعد كده في صينية أو طاسة على قد حجمه جبت معلقة كده من السمنة أو الزبدة. حطيت كمان معلقة برضو من اللية، ودي اختياري بس لكن بتديله طعم حلو. ابتديت بقى ان انا اشوحه كده واحمره من كل الجوانب، حتى من تحت ومن فوق. على الجنبين كده برضو هبتدي اوقفه زي ما انت شايفة كده من الجنبين. اديله تحميرة حلوة ولون حلو. وبرش كده عليه بقى من السمنة او الزبدة دي طول ما انا بحمره. حطيت كام واحدة حبهان كده وزيها من القرنفل 3 4 وكام ورقة لوري. كمان حطيت بصل وجزر وكرفس. قطعت بطاطساية كده. رشيت بقى الخضار بتاعي برشة من الملح والفلفل والسبع بهارات او بهارات اللحمة زي ما تحبي. كان فايض معايا كده 3 فصوص توم. حطيتهم وطماطمايه مقطعاها مكعبات زي السلطة كده. وبعد كده نزلت بالمية المغلية، غلفتها بورق الزبدة وبعدين ورق الفويل، سبتها على عين البوتاجاز جنبي لمدة ساعة، وبعد كده هبتدي ادخلها الفرن. ويلا نعمل حبة رز طعمهم حلو جدا جنبيه. معايا حلة على النار فيها حبة من الزيت، معلقة من السمنة، نزلت بالبصلاية لحد ما احمرت. معلقة ضفت معلقة سكر. كبيرة من الكاري والكركم، ورق اللورا، واتنين من اللومي، وعود كده من القرفة، 3 فصوص من الحبهان والقرنفل. قلبت وشوحت كويس جدا البهارات لحد ما شميت ريحتها. نزلت بالرز، شوحت الرز كويس جدا لحد ما حسيت ان كل حبايه رز اتغلفت بطعم البهارات. ضفت عليها معلقه من بهارات الكبسه لو موجوده. ضفت شوية من الزبيب، وكان معايا كده بولة فيها شوربة أو من الصوص اللحمة اللي نزل منها، بتدي طعم حلو جدا للرز. وكملته بقى بالمية المغلية وسبته يغلي جنبي. هنا معلقة من السمنة، حطيت فيه كبشة من السوداني لحد ما اتحمر، نزلت بكبشة من الزبيب وكنت ضايفة برضو زبيب في الرز.
هاتي بولة حطيت فيها معلقة من الصلصة، معلقة من الكاتشب، معلقة من الزيت، رشة كده من الملح والفلفل، ومعلقة من عسل النحل. قلبت كله كويس جدا. هنا بقى العرق بعد ما استوى معايا قعدته ساعة زي ما قلت لك على النار، وبعد كده دخلته على فرن على درجة حرارة 200 وسبته ساعة تانية. اتأكد ازاي من سواه؟ بدخل فيه الخلة بتاعة الشيش طاووق كده، او سكينة تدخل لحد اخرها، بتدخل سهلة جدا معاكي وتطلع نظيفة كده تمام. يبقى العرق بتاعك استوى وسواه حلو جدا. سوى العرق دوت لكل كيلو من اللحمة بياخد ساعة بالظبط. ممكن من الأول خالص تحطيه في الفرن، او تكملي سوايه عادي على عين البوتاجاز من فوق زي ما تحبي. الطريقتين حلوين جدا. بعد كده دهنته بقى من الصوص اللي عملناه، الخليط اللي هو الصلصه والعسل. دخلته تحت الشوايه دقيقتين لحد ما اخد اللون الخطير ده، وكراست خطير هيعجبك جدا. كمان بيديله طعم حلو قوي. حطيته كده، غطيته وهتسيبيه بقى ساعة ساعتين، يا ريت يدخل التلاجة كمان. بيبقى اسهل كتير في التقطيع. تعالي نعمل مع بعض احلى جريفي ممكن تجربيه. او صوص اللحمه الخطير دوت، حطيت له معلقه من السمنه، معلقه صغيره من الثوم او فصين من الثوم المفروم. اول ما يبتدي لونه ياخد لون ذهبي حلو، هنزل عليه بمعلقه كبيره من الدقيق. ابتدي كده احمر الدقيق كويس مع الثوم والسمنه. وبعد كده معايا كوبايه او مج من الشوربه اللي نزلت او الصوص اللي نزل من اللحمه. ودي اللي بيديها اللون والقوام الحلو زي ما انت شايفه. هتبل بقى بهارات بسيطه جدا، نص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، وبس كده. هتقلبي لحد ما ياخد القوام الحلو ده، واركنيه بقى على جنب. نرجع للعرق بتاعنا. هنا العرق بقى بعد ما برد، انا للاسف كنت مستعجله. النهارده فطار زي ما انتوا عارفين. كل سنه وانتوا طيبين. وباذن الله السنه الجايه كلنا نبقوا في الحج كده ان شاء الله. ابتديت اقطعه، بس للاسف انا قطعته تخين شويه، عشان هو سخن. انا مش مستحمله حتى امسكه. انا سبته ما يكملش ربع ساعه. هو المفروض يبرد تماما ويتقطع ارفع من كده كتير. انا عشان بقطعه سخن قطعته عريض شويه، عشان نلحق. خلاص دخلنا في وقت الفطار. ابتديت بقى حطيت الرز وزينته كده بالمكسرات اللي عملناها مع بعض. هنا سواه العرق كان تحفة، سواه مظبوط جدا. للناس اللي بتحب الحاجة ويلدن، كان السوا مظبوط. عايزة تقللي وقت سواه عن كده، لو انت بتحبي سواه اقل براحتك خالص. ممكن تقللي مدة سواه في الفرن ربع ساعة ولا حاجة. بس أنا بحب سواه سوا كامل زي ما انتي شايفة، طلع معايا لون وطعم وشكل تحفة. باجي وقت التقديم أحط عليه الجريفي اللي عملناه. لو تقل معاكي ما تقلقيش خالص. وقت التقديم هتحطيه على نار هادية وتزوديه شوية من الشوربة أو صوص اللحمة اللي نزل منها، ولحد ما تاخدي القوام الحلو اللي هتشوفيه معايا كده. وبحط بقى عليه. وبصي الصوص ده تحفة، بينقل العرق لحتة تانية خالص. طعمه خطير، بيفرق جدا في طعمه. جربي بطريقتي وبإذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. لو عجبتك وصفة النهاردة تنسيش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله.